اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض كده السمك المشوي في البيت، ومن غير أي دخان، من غير أي ريحة زفارة، من غير أي حاجة من إن احنا بنكون عاتلين همها وبنضطر نشتريه من بره. احنا من بعد كده الطريقة دي بجد هتعتمديها، تعجبك جدا. جربيها كده وقولي رأيك وإن شاء الله تعجبك. جِبت بقى إيه النهارده معانا السمك التونة. كنت بصراحة عايزة الماكريل بس والله الراجل ما كانش عنده، وقُلت بقى إيه طالما نويت بقى مش هارجع في كلامي، بس بيبقى حلو والله بيبقى جميل. بس هو حجمه طبعًا بيبقى صغير غير الماكريل، بس يعني شغال يعني إيه، أمّا نعمله بالطريقة ديّة هتعجبكم. وكمان هنعمله بقى في البيت، مش هنعتل هَم بقى الدخان وريحة الدخان بتاعة الشوي كده، علشان طبعًا إحنا بنبقى عايزين نعمل السمك المشوي وما بنرضاش نعمله في البيت عشان الدخان. فهاقول لِك بقى على طريقة كده حلوة وسهلة وإن شاء الله تعجبِك. أول حاجة طبعًا هننضّفه، نشيل طبعًا اللي هي الزعانف والديل والراس. أنا باشيل الراس خالص بارميها، لإن طبعًا إحنا مش بناكلها، وفي نفس الوقت إيه، أهي بُصّي أنا هاشيلها كده بالشكل ده. وطبعًا هنغسله غسلة نضيفة جدًا بالمَيّة والليمون. بس طبعًا مش هننقعه كتير في الليمون طبعًا، عشان إحنا عارفين إن السمك دوّة يعني حساس جدًا، رقيق جدًا، ما بيتحبش إن هو يتنقع كتير في الليمون، عشان طبعًا إيه، ما نحسش إن هو اتهرى ولا أي حاجة. هننضّفه بقى مع بعض كده، وزي ما قُلت لِك هنغسله كذا غسلة نضيفة جدًا، مَيّة جارية كده كتير لحد ما تلاقيه طبعًا نضيف زي القشطة. آآ هنسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أول مرّة بقى تشوفيني يا ريت تدعميني كده بلايك وكومنت حلو وتقولي لي رأيِك في قناتي المتواضعة، يا رب تكون عند حُسن ظنكم وتكبر بيكم إن شاء الله بإذن الله. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم وجميع يا رب إخواتي يوفّقهم ويصلح حالهم يا رب اللهم آمين. طبعًا هنا إيه، أنا ما كانش عندي بقى ليمون، بس عندي الليمون اللي أنا مفرّزاه اللي قُلت لكم عليه، اللي هو إيه، بشر بقى الليمون اللي إحنا كنا عاملينه مع بعض، باشيله في الفريزر كده لأي وقت طوارئ. زي ما هو الليمون دلوقتي طبعًا إحنا عارفين غالي ب40 جنيه وب50 كمان. فإيه، لو ما عندكيش هتستغلي بقى الموضوع دوّة، أو لو أنتِ مثلًا شايفاه إن هو عشان غالي هتجيبي مثلًا كمية قليلة للاستخدام بس. فهنخلّي بقى البشر اللي إحنا مستخدمينه دوّة في الفريزر لأي وقت طوارئ. طلّعت مكعب كده من بشر الليمون، دعكت بيه السمك كلّه طبعًا، علشان ما يبقاش في أي زفارة. وهنبتدي بقى نجهّز الخلطة اللي إحنا هنعملها مع بعض علشان نعمل السمك اللي هو السنجاري. طريقة بقى سهلة كده وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. هنبتدي بقى طبعًا أنا كنت جايبة جزر وبشراه، علشان كنت قايلة لكم يعني إيه، إن هو هنستغلّه في كذا حاجة وكده. وجِه وقته بقى إن إحنا نستخدمه بقى في الخلطة بتاعة السمك. أول حاجة هاعملها بقى الرز علشان أسيبه كده يستوي عقبال ما أخلّص الشوي السمك. حمّرت طبعًا البصلاية في شوية زيت كده حلوين، وأنا باحب أغمّق البصلاية علشان إحنا بنحب لون الرز يكون بُني مش يكون فاتح. فأنا غمّقت البصلاية كده، ما تقلقيش مش هتدّي مرارة ولا هتدّي أي طعم مش عاجبِك، بالعكس هيكون لونه حلو جدًا. لون الرز بالسمك بيكون غامق كده بُني، علشان إحنا بنحبه بصراحة كده. فلو أنتِ مش بتحبيه غامق يعني ممكن ت ما تعمليش البصلة تغمقيها أوي، بس ما تقلقيش هي لمّا بتكون غامقة كده ما بتدّيش مرارة ولا طعم يعني مش حلو ولا أي حاجة، ما تقلقيش. ابتدي بقى أحط الملح والكمون. هنا حطيت طبعًا زوّدت المَيّة بتاعة الرز علشان يستوي، وحطيت بقى ملح وكمون. طبعًا إحنا عارفين الرز بتاع السمك بيحب الكمون، فزوّدي كده معلقة حلوة كده وهيدّيكِ طعم حلو جدًا وtaste حلو جدًا. هابتدي بقى إن أنا أقلّبه كده كويس وأهدّي عليه النار شوية، علشان عقبال ما يستوي أكون ضبّطت بقى السمك. هاعمل بقى الخلطة، أنا باشرة جزر أهوّة وحاطاه في التلاجة كده زي ما قُلت لكم، باسحب منه لسلطة بقى، لتتبيلة سمك زي كده، لأي حاجة يكون جاهز معايا في أي وقت. ما تقلقيش بيقعد معانا حوالي أكتر من أسبوع تقريبًا. بتستخدمي منه براحتك. أهو بصوا، علشان ما إيه، مش كل ما تكوني عاوزة حاجة يعني تبشري حبة ولا حاجة. أنا بشرت كده العلبة دي مليتها وباستخدم منها بقى كده.
هنا بقى عملت طماطم وبصل وجزر، وحطي بقى التوابل اللي أنتِ عايزاها مناسبة ليكِ، ديّة هريسة شطة، حُطّي معلقة كده تدّيها طعم حلو، وفيها طبعًا توم وملح وكمون، وإحنا عاملينها مع بعض قبل كده. هابتدي بقى أقلّبهم تقليبة حلوة كده، هنا هالاقي الطبق صغير بدل ما يُقع منّي، حطيت في طبق بقى كبير علشان أقلّب براحتي كده أتأكد إن التوابل يعني إيه، اندمجت مع الخلطة كلّها، علشان طبعًا هنحطها إيه، على السمك تكون التوابل بتاعتها كلّها إيه، آآ متقلّبة معاها يعني كويس. هنبتدي بقى نجيب ردة علشان نتبّل السمك، ونحط بقى إيه، على الصاجة بتاعة الفرن كده علشان ندخّله في الفرن. الطريقة دي بجد يا بنات جرّبوها بجد والله العظيم ولا هتلاقي دخان ولا أي حاجة. هابتدي بقى حطيت الردة وحطيتها على الصاجة كده، وهابتدي أحط الخلطة على على السمك، على وش السمك كده عشان يبقى إيه، سنجاري. هنا بقى يعني هاوزّع الخلطة كلّها كده علشان ندخّله الفرن، عقبال ما يكون الرز خلاص اتشرّب كده يعني، هنلاقي السمك ما شاء الله استوى وريحته ما شاء الله اللهم بارك، بجد جرّبوها هتعجبكم جدًا. ممكن ترُشّي رشّة زيت صغيّرة كده على على الصاجة، بس أنا ما حطيتش صراحة، بس استوى وكان طعمه تحفة. إحنا طبعًا بنحب السمك المشوي، وكنت باعتل هَم صراحة الدخان بتاع الشوي يعني، عشان ما يبقاش معبّق في البيت. أمّا جرّبت الطريقة دي بجد كويسة جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وإن شاء الله هاستنى رأيكم، وبإذن الله هتعجبكم وهتجرّبوها يعني هتعتمدوا الطريقة دي بجد. حطيه بقى في الفرن، سخّني الفرن الأول كده، عقبال ما حطيت الخلطة دي كان الفرن بقى سُخن، وحطيت على طول الصاجة، وما شاء الله ما أخدش معايا وقت، والطريقة تحفة والطعم تحفة، اللهم بارك، يعني ما شاء الله. تعالوا كلوا بقى معانا أكلة يعني إحنا بنحبها بصراحة، بتكون شهية كده وكويسة و اللهم بارك، ألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، وإن شاء الله هاستنى رأيكم كده في الكومنتات، وتقولوا لي رأيكم. عملت بقى طبق سلطة والرز كده والأكل ما شاء الله اللهم بارك. ألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. تعالوا بقى كلوا معانا، أكلة بسيطة كده، يعني كده سهلة وما خدتش معانا وقت كتير، وإن شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.